عسلامة البنات ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتي قناة أنيسة. اليوم كما تشوفوا توا حضرت المكونات باش نعمل لكم ماسك ناتوريل، ماسك طبيعي، قناع طبيعي بالعربية الفصحى بالنسبة للناس اللي ما يفهموش اللغة متاعنا الدارجة التونسية. ماسك هذا ما نحبش نقول لكم ماسك سحري أو ماسك خيالي كما يقولوا برشا ناس، لكن بالحق يعني نحب نأكد لكم من تجربتي الخاصة اللي هو بالحق يعني ماسك رائع جدا 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 وفعال، وصدقوني يعني راهو يعمل النتيجة مش فورية، لكن النتيجة نقوله في ظرف أسبوع أسبوعين يبين بالحق التغيير في الشعر. خاصة أنا نتحدث للناس اللي عندهم يكونوا عندهم فراغات في المنطقة هذه هكا. مثلا أنا كان نقربكم توا الكام تشوفوا لهنا الشعر قاعد يطلع لي الخلف كما نقولوا نحنا، أو الشعر الجديد قاعد يطلع لي من هنا بعد ما بديت نستعمل في الماسك هذا. انا بعد نحب نحكي لكم اوتر بارونتيز بين ظفرين. يعني انا ام لزوز اطفال، والفرق بين الزوز بين الحملين 9 اشهر. دونك كيما تعرفوا الناس الكل اللي في الحمل البدن متاع المرأة خاصة الشعر والاظافر والاسنان والعظام اكثر يعني حاجات تعاني في بدن المرأة، وتولي فايبل نقولوا نحنا ضعيف البدن اكثر. انا في مرحله لاغروسيس نتاعي طاح لي شعري برشا برشا برشا، وصارت لي لهنا كيما شوت هكا. البارتي هذه كلها كانت فارغه كومبليتوم بيسكو زوز غروسيس واحده وراء اختها. اي بعد ما عملت ريشيرش سور انترنت، يعني بحثت في الانترنت، لقيت اكثر حل مناسب هو اني نستعمل حاجات الطبيعيه. سامحوني يعني كان طولت عليكم، نتعداو توا للقناع متاعنا. هو باش نستعملوا زوز حاجات طبيعيين نتصور موجودين في كل دار، حتى كانوا مش موجودين سهل برشا باش تلقاو. هو الزنجبيل، نبتة الزنجبيل نتصور الناس الكل تعرفها وغنية عن التعريف وغنية يعني باش نقولكم انا شنيا المفعول السحري متاعها برشا حاجات برا الشعر. والبصل، البصل صحيح ريحته خايبة. توا نعملوا احنا الماسك وبعد نقول لكم انا البصل كيفاش نحيو الريحة. مع زوز حاجات هذوما نحطوا زيت زيتونة، زيت زيتونة طبيعي يعني كيما أو زيت العود في المغرب العربي يسميوه زيت العود، أما هو زيت زيتون حر. نستعمل لهنا زيت الخروع، ونستعمل معاه زيت الكوكو، زيت الكوكو الطبيعي بيان سور لهنا جامد في القارورة. نوريكم توا كيفاش نستعمل. باش نستعملوا الآلة هذه فوالا باش نرحيو المكونات. نبداو اول حاجه مهمه جدا 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 اللي هي البصله. نقوم بتقطيع البصل الى اقسام صغيره كما تشوفوا توا هكا باش نسهلوا العمليه. البصل باش نفسر لكم حاجه، كل وحده قداش الكميه، يعني قداش شعرها. فما بنات يكون عندهم شعراتهم خشين برشا طويل لعل طويل، دونك عينك ميزانك انت وقداش نية تحب تعمل البصله. كيما تراو قطعت البصله كيما هكايا. ناخذ زنجبيل، انا ناخذ كونتيتي هذايا ديجا. هو راهو زنجبيل مع البصل اللي يعني يعمل ريحه مزيانه برشا. نقوم انا مش القشره كومبليتمون، نقوم بنزع بعض القشره اللي تبدا مخيبها ما تترحاش مليح كيما تراو هكا. خليه انا بقشره. نقوم زيدا قصانو تقطيعه، قطعوا قطع صغيره. عينيا يبدا تحرق من ريحه البصل. فوالا كيما تراو هكا بالضبط، يعني قسمناهم كيما تشوفوا قطع صغيره ونحطوهم نضيفوهم للبصل. بعد ما نكملوا العمليه هنايا نقوموا ناخذوا زيت زيتونه. زيت زيتونه باش نقول لكم يعني مش باش نعطيكم انا كميه معينه قداش باش تحطوا انتم، كيما قلت لكم عينكم ميزانكم انتم طول الشعر نتاعكم. انا مثلا شعري جوست بعد تحت كتافي بشويه خاطر مازلت كي قسيته، دونك تحطوا الكميه اللي حتى كي باش يفضل لكم راهو تنجموا تخليوه تقريبا تقريبا كاستاي صغير، كاس صغير صغير كاستاي تاعنا. نجيو لهنا ناخذوا زيت الخروع. تعرفوا اللي زيت الخروع زيت بالحق سحري
يساعد برشا، تقريبا ملعقه، يعني ملعقه كبيره نتاع زيت الخروه. لهنا انا باش نوريكم لهنا زيت الكوكو انا ما نحطوش في الماسك لهنا، نقوم باضافته بعد ما نغسل شعري. انا نحطه على شعري خاطر يرطب بصفه مش طبيعيه، ينحي الترشيق نتاع الشعر. توا نوريكم انا عمليه كيفاش تتعمل بالضبط. شويه حس باش نعمل لكم. قوموا هيك في الخلاط الكهربائي. فوالا انا ريحتها بهذا بعد، خاطر باش نسهل العمليه باش تكون بعديك، خاطر مش هذه هي العمليه نتاعي على مازال اكثر. سامحوني لحظه. قوموا وضع المزيج الكل هنا كما تراو. لحظه بركه. واللي تحب تحطو في الميكسور ديريكتومون. انا خاطر توا ولادي زريقدين على ذاك ما نحبش نعمل برشا حس، اقل وقت قسمته بالميكسور هذايا وبعد نحطو في الميكسور الاخر اللي يردو، يعني يردها كيما الكريمه الخليط. لهنا عينك كيما قلت لكم انا عينكم ميزانكم، نشوف اللي الخليط نتاعي شايح ماهوش يعني معبي بكدا بالزيت. اكثر زيت انا يعجبني بالحق يعني مفيد جدا جدا، صدقوني. راهو زيت ديجا مذكور في القران الكريم، راهو باهي للبشره باهي للشعر، سورتو لبشره الاطفال. توا نهار من نهار نعمل لكم موضوع على الاطفال، كيفاش نعمل لهم لي مساج بزيت الزيتونه قداش نافع يعني للعظام وللبو نتاعهم. نزيدوا لهنا كمان تاع زيت زيتونه قد ما تراوها مناسبه، تقريبا نصف كاس لهنا كيما تراو. فوالا توا باش نقوموا بعمليه نبدل الخلاط الكهربائي. سامحوني. نقوموا بعمليه الخليط المزج الخليط ردوه يعني كيما الكريمه. فوالا توا تشوفوا فوالا. نفرغوا المزيج نتاعنا فيه. انا نحطه في صحفه هذه اللي نستعملها للصبيغه. ما نحكي لكمش على البصل شنو يعمل في العينين، يحرق 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 على الاخر. اللي يحب بيان سور كيما نقولوا نحنا عندنا مثل تونسي يقول اللي يحب اللولو يسهر له الليل الكل، واللي يحب العسل يضحي. فوالا نوريكم انا لهنا دائما نحبوا نطولوا شعرنا، هو بحكم انه حاجه طبيعيه يعني ما تخافوش، راهو ما يضرش وما يعمل حتى شيء، يعني مستحيل باش تخرج لك حاجه يعني باش تضر لك شعرك ولا بدنك. وانا نقول لكم يعني راني انا لهنا ما نقدم حتى وصفه الا ما نكون متاكده شخصيا اللي انا جربتها في نفسي، وديجا توا باش نعملها لكم قدامكم، راهي ماهيش اول تجربه ليا باش نقول لكم.
الماسك هذا يتعمل مرة في الشهر نورمالمون. بالنسبة لي أنا شخصيا ما عملتوش مرة في الشهر، أنا نعمله مرتين في الشهر، سورتو كي تبدا عندي يعني بارت متاع الشعر يعني بصفة مش طبيعية، سورتو أنا تصير لي الحاجة هذيا من الستريس أبار يعني الحمل والرضاعة اتسيتيرا، الناس كل ظهر لي يعرفوا المرحلة هذيا. فوالا الكريم متاعنا توا نوريهولكم، سامحوني نبدل لكم الكام نوريكم كيفاش الكريم بالضبط. عسلامة البنات، هاني رجعت لكم بعد ما بدلت التيشيرت او المريول كما نقولوا احنا في تونس. توا نوريكم كيفاش نستعملوا ونقوموا بالعملية هذه. ننصح كما تراو فيا انا لهنا ديجا شعري ماهوش نظيف، يعني بعد عندي 3 ايام ما غسلتوش. قوموا فرد الشعر كما تراو هكا، ناخذوا مشط بلاستيكي، قوموا تسريح الشعر، سرحوا شعراتنا هكا. فوالا انا شعري طايح برشا 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 ناسل، سي بوغ سا المره هذه انا كنت بطبيعتي باش نعمل يعني الماسك، فقلت خليني نستغل الفرصه وننفع به غيري، يعني كما انا استنفعت به علاش ليه ما ننفعش به غيري. باهي بعد ما قسمنا شعراتنا كما تراوني فيا انا تويكا هكا. بون باش نقولكم حاجه، انا ما نستعملش الغطاء البلاستيكي فوق راسي لغايه، باش نفسركم علاش. خاطر البصل كي يقعد محصور الغطاء البلاستيكي يحرق لي بعد الجلد نتاعي، سورتو كي يبدا بصل ريحته قويه كيما هذايا كيما تويكا. انا لذلك نستعمل دائما الفولاره هذه، فولاره امي ربي يخليها لي ويفضلها لي. بون ما عنديش وحده بركه يعني مش مستغني عليها، نستعملها ديما بعد لي ماسك نتاع الزيوت اللي نعملها فوق شعري. اول حاجه هي ما تشربش كومبليتمون زيت، تخليهولك يعني يقعد لك في راسك لين في شعرك، وما يعمل لك شكل ايفي نتاع يحرق لك ما يخليلكش نقولوا البصل يحرق لك جلدك برشا برشا. نرجعوا لموضوعنا لهنا، ناخذوا دو بانس لهنا بعد ما نفرق شعري هكا كيما تراو. باش نوريكم حاجه واحده، نحيو المغرفه من هنا ما تسمعونيش. انا بيدي ناخذ كيما تراو هكا. فوالا نبداو بالبلايص اللي تعرفوهم فارغين عندكم. انا مثلا عندي في النوادري من هنا ديجا قلت لكم يعني البلاصه هذه كانت صدقوني فارغه كومبليتمون، توصل لحد لهنا اهو كنت تراو فيه شعر قصير وبدا يطلع. فوالا الشعر صدقوني البلاصه هذه كانت كومبليتمون فارغه 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 بعد الحباله متاعي بولدي وبنتي. دونك كيما تراو ناخذ هكا، ما تخافوش ما تقولوش باش تولي ريحتي خايبه وما نعرفش شنيا، خاطر بعد ما تغسل بطبيعته هو ما يقعدش راهو، صدقوني يعني ماهيش حاجه خايبه وما تضرش، نافعه اكثر منها مضره. انا ديما راني باش نقول لكم حاجه اللي انا راني ديما نعبي راسي كان من قدام، يعني دو بريفيرونس هكاك نعمل، ما نحبش نحط فيه الكل. لكن اليوم باش نوريكم في الشعر كله، ميسالش راهو حتى في الاطراف نتاع الشعر راهو يغذي. ما نوصفلكمش البنات قداش يحرق العينين البصل الاحمر، خاطر توا بيريود هذيا في ايطاليا عندنا باش نبكي بيريود البصل الاحمر وديو يحرق برشا صدقوني لكن مش مشكل نستحمل خاطر اللي فيه متاعو باهي برشا وديو ميو باهي. بعد ما تعملوا هكاكا قوموا بالطريقه هذه هكا، مزتوا شعركم ميسالش حتى كان باش تبكيو شويه مش مشكل. اوه ما احلى المساج، حسيرو تحس راسك سخون 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 سخون. بعد نحكي لكم على المساج للراس للشعر اللي تحب تطول شعرها، راهو عمليه مهمه 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 جدا 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 باش تطول شعرك، خاطر ماهوش باش يطويل لك هكاكا وحده، يعني انت باش تحاول تعاون الشعر باش يطويل وباش يقوم مجهود ما اقوى انك انت تحاول تمسدو هكاكا يخلط الدم، يوصل الدم لفروة الراس.
هو راهو دو بريفيرونس كي تعملوا المساج دو بريفيرونس يبدا راس كلوت وتمسج، خاطر نعرفوا الناس الكل كي تهبط راس كلوت الدم يطلع لفوق، تحرك يعني الدورة الدموية في الجلدة متاع الراس. بعد ما عملت هكا ديجا تحس راسك سخون سخون سخون. كملت فوالا، شدوا بالبانس هكا كيما تشوفوا فيا تويكا. ناخذ الفولارة متاع امي، فولارة منشفة. بون جو بريفير انا يعني نفضل انه فولارة كيما هكا حارمة تلفوا بها روسكم خير من المنشفة، خاطر المنشفة باش تشرب لكم الماء الموجود الكل ليكا في الخلطة. فوالا تقعدوا بيه باش نقولكم انا تويكا نورمالمون قداش تقعدوا، وكل وحدة هي اختيارها. تشوفوا فيا كل مسختها الدنيا ما نحكيلكمش. الماسك هذا لوخ نحكيو توا شوي بيسكا كملت باش نقعد بيه. الماسك هذا تقعد بيه مينيموم للي ما تستحملش. توا راهو صدقوني ريتو بعد ما عملت الماسك وحطيت المحرمس هي ما عادش فمك الريحه اللي تقلق في العينين. انا عندي عينين سنسيبل برشا بطبيعتي ناقص نظر وكمل عليه. تقعدوا بيه نصيف ساعه مينيموم، انا نقول ديما راهو المينيموم نص ساعه، سينو من المستحسن تقعدوا بيه ساعه المره الاولى. لكن اذا كان واحد يعني يقولوا يحس الجلده نتاعو بدات تحرق فيه ولا ماهوش متوقع الريحه ولا ما ينجمش يقعد برشا، حاولوا تقعدوا بها كالنصف ساعه هذيك، وبعديك المره الجايه حاولوا طولوا زيدوا 5 دقائق 10 دقائق زايدين. توا نقولكم باي باي، باش نمشي نعمل قهوه عربي، ديجا حضرتها نشرب قهوه عربي، وبعد نرجع لكم بعد نصف ساعه بعد ما نغسل شعري نرجع لكم نكملوا نحكي. باي باي. اذا كان عجبكم سامحوني نسيت، اذا كان عجبكم الفيديو متاعي وكان تحبوا تتابعوني وتابعوا جديدي وتابعوا النصائح متاعي، ان شاء الله تكون النصائح متاعي نافعه للناس يعني للنساء خاص يعني بالطبيعه هي قناه موجهه للمراه العربيه او المراه كافة. ان شاء الله تكون النصائح متاعي نافعة، واللي يعجبه اللي قاعدة نقدم فيه انا، هي قناة مش قناتي، قناة الناس الكل، نسميها قناتنا الناس الكل. يضغط على الجرس باش ديما يخلطوا الجديد متاعي يوصلوا ديما الجديد متاعي، واللي يحب يشترك في القناة يكليكي على سابوني، وما تنساوش اللايكات متاعكم. بيزو بالبصل توا سامحوني، بيزو كبيرة، نحبكم الناس الكل وشكرا. فوالا عسلامة البنات، توا بعد ما غسلت شعري باش نحكي لكم كيفاش غسلت شعري ساعة قبل كل شيء، خاطر مهم برشا المرحلة هذيا. الوغ بويسك انا رحيت البصل والزنجبيل مع بعضهم بقشره، سورتو الزنجبيل بقشرته حتى كان بلاش قشره. الزنجبيل من النوع اللي كي ترحيه ما يوليش كيما البصل يولي ماء، لكن انه يخلي لكم قطع صغيره، والمخلفات هذيك تلصق لكم بعد في شعراتكم. باش نقول لكم اللي وقت اللي تغسلوا الشعر حاولوا تشللوه على قد ما تقدروا، تشللوه بالكدا 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 بالكدا، تغسلوه بالكدا بالماء وتمشطوا، يعني تهبطوا راسكم لوطا وتحاولوا تمشطوا ديما بصوابعكم حتى لين تهبط المخلفات هذيك الكل. ومن بعد ما تكملوا تشللوا الشعر بالكدا، تعملوا غسله مره واحده، تغسلوه بالشامبو او شامبوان واحده، ماذا بيكم ما تكثروش خاطر راهو الشامبوان يحرق الشعر ماهوش باهي برشا. بعد ما تغسلوا تشللوا كالعاده مليح مليح مليح، وديما تمشطوا بصوابعكم. ومن بعد تحطوا البلسم. بعد ما تحط البلسم، خاطر البلسم كي تحط فوق الشعر يساعد انه يهبط القطعه هذيك. وانا نستعمل نقول لكم يعني هذه من الاسرار نتاع اللي نستعمل فيها، وبالحق حاجه باهيه برشا للشعر، هي البروس المصنوع من اللوح خاطر ما ياثرش على الشعر وما يعمل فيه حتى شيء. باغابوغ البلاستيك يخلف نوع من الموجات الكهرومغناطيسيه في الشعر، دو فاسون الشعر تتحرق، مش تتحرق كومبليتمون مي تاثر فيها سلبيا. نتعدي من بعد انا كان شفته بكري في الفيديو، حطيت غليت شويه قهوه في الماء،
انتم ننصحكم ما تعملوش كيما عملت انا حطيتها ديريكتومون فوق شعري، بويسكو بعد كي تقعد لك القهوه في الشعر تقعد برشا باش تغسلو. ننصحكم صفيوها. وبالنسبه للماسك اللي عملناه، نصيحه اخرى اللي ما تحبش تعب روحها والغلبه نقولوا احنا، تنجم تعصر تزيد اكثر زيت، والعصير هذيك الخليط اللي احنا عملناه تزيد اكثر عليه زيت، نقولوا نزيد اكثر بصل واكثر، تحاول تحطوا فيه قطعه قماش وتعصروا بيان بيان كيكا يقعد لها كان الماء، ما تمسخش شعرها، ما يقعدلكش فيه قطع يعني صغيره في شعرك. تحط كان الماء هذاك تحطه في الغسيل نتاع الشعر في جذر الشعر، وكما قلت لكم تعمل مساج باطراف الصوابع. تو بعد ما كملنا، بعد ما غسلت شعري وكملت، ان شاء الله تو مره اخرى نحكي لكم على لي برودوي، على المنتوجات اللي انا نستعملها للعنايه بشعري، خاطر فما منتوج صدقوني سحري بالحق، الكلمه هذه راني ما نحبهاش، اما صدقوني يعمل عجب المنتوج هذا. ان شاء الله المره الجايه نعمل لكم الفيديو خاص على المنتوج هذا. طب باش نوريكم شنو باش نعملوا بعد ما كملنا. بعد ما كملت انا غسلت شعري، نهبطوا تو كنرجعوا نورمال، نحيوا السيرفيات المنشفه. قلت لكم بكري انا اللي باش نستعملوا زيت الكوكو او جوز الهند، خاطر انا بكري قلتها بالفرنسي ما قلتهاش بالعربي. زيت جوز الهند، زيت جوز الهند صدقوني مرطب رائع رائع جدا، ما حتى للوجه يعني تنجم تستعملوه. لهنا انا عندي بيسك الدنيا بارده، هنا نزلت بارده في ايطاليا دونك جامد، ما نحبش انا نحطه في الميكرووند من الحكايه هذيك، ما نستعملش. نحاول نجبده باي حكايه، حتى التورنفيس مفك براغي بون، حتى يعني بمغرفه. حاولوا انكم تجبدوا تحطوا هكا طرف في طرف في الاصابع. نوريكم كيف تويكا. هذيا كان بالنسبه للبنات اللي عندهم شعراتهم كيما شعري انا ماهوش ارطب فلو شعري، بون تويكا ما عادش فلو، شخصني كما زال شعري فلو كيما بكري. كيما شفتوا هكا ندهن في يدي زيت جوز الهند، ونحطوا اول حاجه في الاطراف نتاع الشعر هكا، هذاك يساعدك انك شعرك ما عادش يترشق، فهمتوني. تحاولوا تهبط شعرك. ديجا انا تويك رغم اللي غسلت شعري بالكدا بالكدا، كيما قلت لكم واظبوا على المساج، راهو المساج للشعر راهو حاجه هايله برشا، يساعد باش يطلق الشعره، ويساعدها زاده باش تطويل وتنمو، فهمتوني. بعد ما تكمل تدهن زيت جوز الهند في شعرك، ماذا بكم ننصحكم انا ديما كل دوش تعملوا كل ما تغسلوا شعراتكم حاولوا تحطوا زيت جوز الهند فوق الشعر. فوالا هذه الريزولتا نتاع الماسك بعد ما عملنا ماسك الزنجبيل والبصل. كيما تشوفوا توا شعري انا غسلته كملت وجبدته، سرحته، عملت تسريحه يعني عاديه مش حاجه يعني سبيسيال. فوالا كيما تراو شعري محلي بالحق، عجبني انا الكاليتي نتاع شعري. بون انا لهنا مش باش نقول لكم راه ولا ارطب ولا مزيان برشا الشعر، نقول لكم يعني عجبني. تواظبوا على الماسك هذا، وان شاء الله بقدره ربي تشوفوا شعراتكم كيفاش تطويل وكيفاش تحسن الكاليتي نتاع الشعر، كيفاش يولي بالحق الشعر غزير. توا كان عجبكم الفيديو تحطوا لايك، كان تحبوا تتابعوا الجديد نتاعي وتحبوا تتابعوا القناه نتاعي ما تنساوش باش تنزلوا على الجرس لوطه. كان تحبوا زاده تشتركوا في القناه نتاعي مرحبا بكم الناس الكل، تحطوا سابوني. مرحبا بكم، بوسه كبيره من عندي انا انيسه، باي باي.